اهلا بيكم مع ام محمد. النهارده انا جبت معاكم شويه مشتريات اللي تخلي بيتي عمران طول الشهر ومستور. يعني ايه الاساسيات البسيطه اللي تخليني طول الشهر ما احتاجش اجيب حاجه من بره، زي الزيت والسكر والسمنه وحاجات بسيطه جدا تخلي بيتك عمران. يلا نشوف جبنا ايه مع بعض. يلا بينا. اول حاجه انا جبتها هي السكر. السكر ده اساسي عندي. طبعا انا بجيلي كيسين في التومين، طبعا ما بيكفوش، فبجيب اشتري عليهم 3 أكياس أو 4 أكياس حسب استخدام. ممكن أسيب منهم كيس لرمضان وأوفر يعني الكيس. أنا جبت 4 أكياس. الكيس ده كان 800 جرام، أنا ملقتش الكيس الكيلو، كان الكيس ب26 جنيه. جبت 4 أكياس. تاني حاجة أساسية عندي هي المكرونة. المكرونة عندي من أساسيات البيت، يعني طول ما عندي مكرونة ممكن أعمل يعني إيه، نمشي بيتنا، نمشي يوم بمكرونة. أنا عندي جبت 3 كيلو من المكرونة. الكيلو الاسباجيتي كان ب25، والكيلو الهلالية والمرمرية الكبيرة دي كان ب22. وجبت كمان نص كيلو لسان العصفور، وجبت نص شعرية. طبعا نص شعرية مبيكفينيش، بس انا بجيب نص كيلو كمان في التومين، فبحيث كده بيكفوني. وجبت كمان صفيحة سمنة كريستال اللي هي كيلو ونص، دي كانت ب150 جنيه. طبعا السمنة أساسية عندي في البيت، وكل واحد بيجيب حسب احتياجاته. طب انا جبت 4 كيلو، 3 كيلو من المكرونة. ليه؟ عشان انا عندي باقي كيلو من الشهر اللي فات، كان اللي هو كيلو قلم بتاع المكرونة البشاميل، فده وفر معايا. فبحيث كده عندي كده ايه 4 مرات مكرونة في الشهر. وجبت كمان 5 كيلو من الدقيق. طبعا انا بجيب الدقيق بتاعي سايب، كان الكيلو ب18 جنيه. طبعا النوع ده انا مجرباه. دايما لما تجيبي حاجة من دي ولا مكرونة سايبة من اي عند عطار، لازم تكوني مجربة منه كذا مرة قبل كده. طبعا عفوا. وجبت كمان ازازة خل ب18 جنيه. طبعا اساسي عندي انا بجيب الفول. الفول انا بتمسه في البيت، وبرضه بعمل الطعمية في البيت وعملتها معاكم قبل كده. طبعا الفول كان الكيلو ب40 جنيه. جبت نص مشوش ونص فول تدميس. طبعا متوفرة تعملي الطعمية والفول في البيت، ده بتوفر معاك كتير. جبت كمان الملح. انا جبت كيسين ملح. انا بستهلك كيسين ملح في الشهر، فانا بجيبهم اول كل شهر علشان منساش، يعني تكون الحاجة عندي. كيس الملح من ده ب3 جنيه. وجبت كمان ربع كيلو من العدس. طبعا انا بجيب ربع كمان، بس يعني في اخر الشهر يعني مع مشتريات الخضار ممكن اعمل شوربة عدس، ممكن اعمل كشري اسكندراني بطريقة بسيطة. وجبت كمان حلاوة دي للاولاد للسندوتشات. وجبت كمان باكو شاي اللي هو الوسط ده، كان بحوالي 22 جنيه، والحلاوة كانت ب18 جنيه. جبت لهم كمان برطمان مربى، بس انا فتحته لهم، يعني عملت لهم منهم سندوتشات. مربى ميرو دي كان ب25 جنيه. انا كل شهر بنوع لهم، ممكن اجيب يعني ميكس تيرة مرة، ممكن اجيب لهم مربى، ممكن اجيب لهم يعني ايه. وجبت كمان كريسبي بتاع البانيه، وده بقسماط برضو سايب من عند العطار. كل كيس من ده ب10 جنيه، عشان انا بعمل ناجتس وبعمل بانيه، يعني ايه بعملهم في البيت بطريقة بسيطة بتخلي معايا طول الميزانية عندي ايه، توفر معايا في الميزانية. وجبت كمان ربع نشا كان ب10 جنيه. وجبت كمان البهارات اللي كانت ناقصاني. انا جبت ال7 بهارات ب10 جنيه. وجبت بودرة بصل وبودرة توم، دي اللي كانوا ناقصاني. انا عندي ملح وفلفل اسمر وكمون في البيت، يعني انا عندي الفلفل الاسمر والكمون انا بحمصهم بعملهم عندي في البيت. جبت كمان ب10 جنيه مرقة. وجبت كمان 3 اكياس بيكنج باودر. الكيس كان ب3 جنيه. طبعا البودر اساسي، بحيث ان انا بجيب الدقيق بالشهر، وبرضو بجيب الخميرة برضو بخليها عندي. وجبت كمان 3 أكياس خميرة من اللي هي بتاعة دريم دي، خميرة دريم كويسة برضو، والبودر بتاعهم. أنا جبت 3 أكياس، كان الكيس برضو ب3 جنيه. وجبت كمان ب20 جنيه كاكاو خام، علشان أنا بعمل كيكة شوكولاتة، بعمل النوتيلا في البيت، عشان كده محتاجة، فبجيب منها ب20 جنيه بتكفي معايا. وجبت كمان ب10 جنيه دول فشار.
انا كل مره بجيب ب20 جنيه، بس المره دي جبت ب10 عشان عايزه اجيب لهم مثلا ترمس مره، بس ما لقيتش عند العطار. بس لما اروح السوق ان شاء الله هجيبه، يعني ممكن اعمل لهم ترمس فشار، يعني حاجات تسالي من دي الولاد بيحبوها، وحاجات كمان اقتصاديه في البيت. جبت كمان الملوخيه الناشفه. الملوخيه الناشفه من اساس البيت، يعني ممكن تجيب ربع كيلو ب20 او ب25 جنيه، هيقضي معاك كمية كبيرة، ممكن يكفيكي طول الشهر، يمكن أكتر كمان، بحيث تعملي مرتين تلاتة هيكفيكي كام شهر في البيت. ده أساسي، بيخلي بيتك عمران. يعني ممكن عندك شوية شوربة في الفريزر، طلعيهم وتعملي شوية ملوخية ناشفة وجنبهم شوية بتنجان مخلل وشوية عيش أو شوية رز، وكده مشيتي يومك بفكرة بسيطة وحاجة كمان مش مكلفة. أنا بحب الملوخية الناشفة تكون عندي في البيت، بحيث إن أنا ممكن أمشي بيها يوم. وجبت كمان الجلاش السايب ده. الجلاش السايب كان الكيلو ب30 جنيه، اللفة من دي ب15 جنيه. أنا جبت كيلو. طبعا الجلاش برضو، الجلاش أنا بحبه في البيت لأنه أساسي عندي، يعني ممكن أطلع منه أعمل صينية مثلا بربع فرخة، أعمل مثلا صينية حلو بتمشي معاكي يوم أو يومين في الشهر بطريقة، يعني كده مشيت يوم تغيير عن الرز وعن المكرونة. جبت كمان اللبن. أنا جبت كيسين من اللبن، كل كيس حوالي كيلو ونص. ده لبن بقري ب50 جنيه. طبعا اللبن انا ما بجيبوش بالشهر، ممكن بجيبه بالاسبوع، لان انا بستخدم اللبن كتير وبعمل منه الجبنه بطريقه اقتصاديه. طبعا اللبن يعني اساسي في البيت وتجيبيه كل اسبوع. وجبت كمان ازازه الزيت السايبه دي. انا جبت مليتها حوالي 2 لتر الا شويه ب130 جنيه. طبعا كيلو كان ب72 جنيه. طبعا الزيت اساسي عندي. انا بجيب ازازتين في الشهر بتوع التومين، طبعا ما بيكفوش، بجيب عليهم 2 كيلو زيت من السايب ده. طبعا الزيت السايب ده انا مجرباه كذا مره، يعني ايه بوفر معاه وبجد جميل. يعني 2 كيلو مع ازازتين التومين كده بمشي بيهم، يعني ايه طول الشهر بيحاولوا ما يكفوني، مع السمنه اللي انا جبتها، يعني كده يعني ايه حاجات بسيطه جدا. وادي كيسين سكر التومين هم مع اكياس السكر اللي انا جبتهم كده، يعني ايه بحاول امشي بهم البيت طول الشهر. الحاجات دي بتخلي بيتك عمران. الزيت، السمنه، السكر، المكرونه، الدقيق. طبعا انا ما بجيبش رز، احنا بنجيب الرز عندنا هنا بالشكاره الكبيره، يعني ما بجيبش كل شهر، بنجيب كل فتره. كمان انا جبت كمان في التومين كيس الشعريه ده، على النص اللي انا جبته بيكفوني طول الشهر. يعني ممكن اعمل مثلا شعريه يعني حلوه باللبن مع الرز، اعمل شعريه برز بيكفوني طول الشهر، عشان كده انا بجيب نص كيلو بس. جبت كمان صابون. ده 4 صابونات ب50 جنيه، يعني ده صابون أساسي المنظفات عندي. أنا بجيب 4 بيكفوني طول الشهر. طبعا دي أساسي، أنا متكلمتش على شامبو ولا شاور جل ولا الكلام من ده، أنا بجيب الأساسي عندي. جبت كمان المسحوق الغسالة. ده برسيل جل 5، يعني هو 2 كيلو ونص بفعالية 5 كيلو. ده ب160 جنيه. بصراحة أنا أول مرة أجربه، ما جبتوش قبل كده، بس كان عندي مشكلة في الغسالة وصلحتها، فاضطريت أن أغير نوع المسحوق يعني. فلو حد جربه يقولي يعني ايه كويس ولا ايه. وجبت كمان السلكة الستانلس دي، انا بحبها، يعني كانت ناقصاني عندي في البيت. انا عندي سبونج وعندي السلك التاني الناعم. انا بجيب بقية المنظفات سايبة زي الصابون السائل، وبجيب الكلور برضو سايب، وبجيب برضو يعني هاربك سايب من عند الراجل بتاع المنظفات. كل الخلطات دي انا بجيبها سايبة، دي بتوفر معايا في الميزانية. هو المسحوق بجد اول مرة اشتريه، يعني ايه اللي هو برسيل ده. انا كنت الاول بستعمل المسحوق العادي. دي كانت الأساسيات البسيطة لأي بيت، يعني تخلي بيتك عمران طول الشهر بأفكار بسيطة جدا وحاجات بسيطة. يعني لو جبت زيت وسكر وسمنة ودي يبقى عندك كده، انت محتاجتيش حاجة من برا طول الشهر. كل واحد بيجيب حسب إمكانياته. وطبعا لو عملت الفول والطعمية في البيت هتوفري كتير على نفسك. ومثلا أنا بعمل البانيه، بعمل ربع فرخة، بعمل منه ناجتس يكفيه مثلا مرتين تلاتة الأسبوع ناجتس. دلوقتي بقى أنا هفضيهم معاكم، هحطهم في علب الخزين. طبعا مش لازم يكون عندك منظمات غالية، اي علب عندك. انا بفضي في علب من دي، وبفضي يعني في برطمانات برضو. انا بحب المطبخ يكون مرتب، حتى يبقى اقل امكانيات، مش لازم يعني تكون العلب غالية. ممكن تفرحي نفسك في كل شهر مثلا تجيب علبة او علبتين، طبعا حسب ميزانيتك وحسب مصروف البيت. ده كده عندي نص شعري، هفضي نص ساعة واسيب الكيس ده دلوقتي، يعني ما اخلص النص ده. وهفضي بقى برضو كل الحاجات في العلب، لسان العصفور والشعرية. طبعا العلب دي عندي من زمان، أنا كنت جايباهم من فترة يعني، بس انا بغسلهم يعني كل شهر، بفضي فيهم الحاجات وهي نظيفة، ما بسيبش الحاجة كده يعني. بدي برضه لسان العصفور.
كل واحد يعني بيشوف هو بيستهلك ايه طول الشهر، بيجيب حسب استهلاكه وحسب عدد افراد الاسرة. طبعا لازم الواحد تعمر بيتها بحاجات بسيطة، تخلي بيتها يعني ايه مستور بامكانياتها البسيطة. الحاجات دي طبعا انا بجيبها بتكفيني طول الشهر، يعني بخليها تكفيني طول الشهر، يعني ايه بتظبط اموري معاها. فضيت كمان المكرونة، بقسمها نصين بالشكل ده وبفضيها، بحطها في العلبة برضو. ده كده فضيت المكرونة كلها والشعرية. ده عندي ده كيلو المكرونة الباقي من الشهر اللي فات، ده مكرونة قلم، ده انا وفرته من الشهر اللي فات ما استخدمتوش يعني. يعني بقى عندي ده هعمله معاكم يعني ان شاء الله. كده وفرت معايا حق كيلو مكرونة ب22 جنيه، فجبت حاجة تانية. وهفضي كمان يعني ايه كل حاجة في العلب. ده الكريسبي بتاع البانيه، ده السايب من عند العطار الشوية دول، انا بجيبهم ب10 جنيه، بيعملوا معايا كمية ما شاء الله يعني من نجتس الفراخ بطريقة بسيطة جدا، ويعني بوفر عليا كتير. بطحنه في الكبة طبعا قبل ما استخدمه، لازم اطحنه واستخدموش يعني ايه خشن كده، بديله ضربة بسيطة في الكبة. انا بستخدم برطمانات المربى الفاضية دي، ما برميهاش يعني، بستخدمها في الخزين. حتى لو ما عندكيش منظمات غالية، استخدمي اي برطمانات عندك، اي علب شكلها حلو هتفرحك وتخلي شكل المطبخ مرتب، ويعني ايه مريح لعينك كده بطريقة بسيطة برضو. افضل البقسماط برضو الناعم، برطمان بالشكل ده. هفضي برضو النشا في البرطمان برضو، فضيتها بالشكل ده. وكمان هفضي العدس، هفضي كل حاجة انا جبتها في البرطمانات. طبعا البرطمانات دي انا غسلاها بالشكل ده. لحد ما اخلص كل حاجة يعني انا جبتها معاكم، وافضيها وارتبها. وعندي هنا برضو ده ربع كيلو، دي ب30 جنيه من الطحينة، انا جايباها سايبة برضو. هفضيها برضو في برطمان، بس انا نسيت اعرضها معاكم يعني. ده ب30 جنيه، وانا بجيب الزيت بجيب كمان يعني طحينة. بس كل شهر بجيب حوالي نص كيلو من العدس، بس نص كيلو من العسل الاسمر، بس المرة دي ما جبتش عشان انا جبت مربى يعني، قلت اما اغير للولاد. هفضي البرطمان بالشكل ده. انا بعمل الطحينة بطريقة اقتصادية جدا، وعملتها برضو معاكم في فيديو قبل كده، يعني بوفر بعملها بطريقة اقتصادية بتخليها تكفيني طول الشهر، بتقولي ب30 جنيه. وعندي العلب دي برضو انا بستخدمها، هفضي فيها برضو الفول المدشوش، فضي بالشكل ده. اي علب عندك استخدميها. وعندي هنا دي انا بحط في الباسكت ده بالشكل كده، بحب اسيبه يعني كل كيس كيلو، بحيث انا ما عنديش ميزان، فبحب استخدمه يعني لما اجي استخدم كيلو على بعضه. هفضي عندي الكاكاو الخام. طبعا الكاكاو اساسي عندي، انا بحب اعمل كيكه شوكولاته، اعمل نوتيلا بطريقه بسيطه. فضيت برضو الفول هنا بالشكل ده. حتى المرقه برضو انا بحطها في برطمان، بفصلها عن بعضها كده، وافضيها برضو في برطمان بيكون شكل المطبخ يعني مرتب. ودول الفشار برضو، حطيت برضو الخميره والبودر في العلبه بالشكل ده. وعندي هنا ده الكمون والفلفل الاسمر، انا بعمله في البيت طبعا، عشان كده ما جبتش. انا بعمل كميه تكفيني يعني كل اسبوع عشان ما يركنش معايا. ده شكل الحاجات بعد ما رتبتهم ورصيتهم كده بالشكل ده، فضيتهم في العلب. ده شكل ضرفة المطبخ.
أنا باحب يعني الحاجة تكون مرتبة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وتنوروني في الاشتراك بالقناة.